سكرتوا جميع الموبايلات؟ شهيدنا عامرا. كيف أسس القائد لحرية المرأة؟ في بداية التأسيس كيف كانت المرأة في فكر القائد بالمراحل الأولى عندما تأسس الحزب؟ كيف كانت علاقة القائد مع الرفيقات الأوائل اللي انضموا للحزب؟ كيف كانت علاقته مع المرأة عامة في حياته الشخصية؟ هذا هو السؤال الأول يلي بخلينا حتى نعرف كيف ترجمت الناحية الفكرية للقائد لناحية عملية. فالبداية رح نكون المحور الأول هو المرأة كيف كانت في فكر القائد في المراحل الفكرية الأولى. القضية المرأة مثلا لما القائد عبد الله بوجلان أول ما بدأ البحث عن قضية الكردستان من خلال تقييم وتحليل وضع المجتمع الكردي بكردستان بأربع أجزاء كردستان، إنه في قضية مهمة ولازم نوصل للحل من أجل القضية. من خلال هالبحث شاف إنه في قضية مهمة وأساسية بكردستان هي قضية المرأة، عبودية المرأة والظلم المرأة اللي عم تعيش فيها ضمن الكردستان. يعني لهذا مثلا القائد اهتم بهالقضية أكثر من قضية الكردستان. يعني لهلا كمان مثل ما نقول حرية القائد عندما يكون حرية المرأة لا يكون هناك حرية المرأة إلا بدون حرية القائد. يعني قامت ثورة والمرأة بهاي الثورة بتشارك بكل جهودها، بتشارك بفكرة، ولما تنتهي الثورة كانوا يعطوا المرأة شيء من حقوقها؟ لا. فالقائد عندما بدأ بتأسيس الحزب لم يجعل قضية المرأة هي قضية مؤجلة، إنما هي قضية في الأساس هي